ده كله سوء تفاهم كبير. أنا متأكدة إن الملكة عايزة تشوفني علشان موضوع تاني خالص. لحظة واحدة، تنة ورنة هنا مستنية برا يا فخامتك. شكرا يا فلة. جنية مشيرة، انت متأكدة؟ انت قصدك ايه بالسؤال ده؟ قصدي يعني ان تنة ورنة موهوبة من غير كلام، بس كمان طايشة بتتنرفز بسرعة؟ يعني بتهيألي انها تستحق فرصة يا وزير. في النهاية الجنيات التنات بيتعلموا من أخطائهم. عندك حق. اتفقنا، تنة ورنة. مشيرة قالت لي إنها عارفة. دي مش غلطتي يا مولاتي، حشرات البق هم اللي استفزوني. الموضوع ملوش علاقة بالبق، مش كده؟ لأ. بس أكيد هنرجع للموضوع ده بعدين. مشيرة، تعرفي طبعا وزير الخريف. أهلا. عندك فكرة عن احتفال الخريف الكبير؟ يعني الكل بيتكلم عنه، كلهم متحمسين. من قديم الزمان والجنيات بتحتفل بنهاية فصل الخريف باحتفال كبير، والخريف المرة دي هيجي مع قمر الحصاد الأزرق. لازم يتعمل صولجان جديد للاحتفال بالمناسبة. متعة قاعة الصولجانات. دول حلوين قوي. كل صولجان فيهم فريد. صولجانات عملتها جنيات الحيوانات وجنيات النور وجنيات المية وجنيات الزراعة، والسنة دي جه الدور على الجنيات التنات. والجنية مشيرة رشحتك انت. أنا بس أنا تنة موهوبة جدا جدا. الصولجان لازم يتعمل بمقاسات محددة، وعلى قمته هتحطي حجر القمر. لما القمر الأزرق يكون عالي في السماء، أشعته هتعدي من الحجر وتكون تراب أساطير أزرق. تراب الأسطوري الأزرق هو اللي هيصحي شجرة تراب الأساطير، زي الخريف نفسه بيرمز للولادة من جديد وعودة الشباب. احنا كلنا معتمدين عليك من هنا يا حبيبتي. هو ده بقى حجر القمر. من زمان وكل جيل بيسلمه للجيل اللي بعده. خلي بالك، ده ممكن ينكسر بسهولة. جنية مشيرة، أنا مش عارفة أقولك إيه. شكرا. خلي بالك يا تنة ورنة، هينكسر. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إيه انتي بتعدي ليه؟ أصل العد بيهدي أعصابي. فهمت. ما تخافيش يا جنية مشيرة، هخليكي فخورة بيا كلكم.